بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده بقى في السوق مع خوخة بتشتري التوم. تعالي بقى اما اقولك التوم تشتريه بطريقة كويسة عشان تعرفي تخزني وتفرزي. التوم الابيض تفرميه. التوم الابيض تفرميه ده احنا هنا في السوق النهارده اهوت وبنجيب التوم الابيض تاخديه للفرن. والتوم اللي هو الاحمر تخزنيه. بس تخزنيه ازاي بقى؟ لازم تبقى مليانه طين عشان تحافظ لك على الراس لحد اخر السنه لو انتي مش هتقطعيه وتفرميه. انا جبناه اهوت وجايبه فيه طين اهوت عشان اللي اخزنه واللي افرمه. والتومه الحمراء هي اللي تتخزن بس تكون فيها طين. تمام. التومه اهيت اهو انا عاملاه حاطاه كده مربطاه مع بعضها فيها طين اهي. اهي مليانه طين اهي. اهي. ودي بقى البيضه دي انا هشيلها عشان ايه هقطعها وافرمها. وبعدين اربطه واعلقه واحطه في مكان ينشف وايه واعلقه عشان يفضل معاكي بالسنه. بس طبعا هو كده كده اصلا ساعه ما ينزرع في الغيط لازم يفرغ منك، فساعه ما تلاقي التوم بينزرع في الغيط تاخديه تقشريه. اهو انا علقته اهو. شفتوا؟ اهو علقته. تمام. اهو كده بقى انا باخد منه بقى طول السنه وفي طينه ومحطوط بس اهو، وده بقى لسه اخضر اهو لسه هينشف. باخد منه انا بقى كده طول السنه. تمام. وباخد بقى الوقتي اللي بفرزه. باخده دلوقتي هوريكم التوم وانا بفرزه. تمام. اهو شكله ومنظره جميل جدا. انا جبت منه اهوت عشان ايه اوريكم برضه. انا بمسك الراس كده من ورا قبل ما اقطع الخضار اللي ورا ده، لا انا بمسكه منه عشان تعرفي تتحكمي فيه. تمام. وبقطعه اهو. شفتي؟ بتقطعي الاولانيه دي وبعدين تقطعي العرش اللي ورا. اهي. اهي. اهو. شفتي؟ تمام كده. هنقطعه بقى ونقشره ونفرزه وفرميه بقى او اعمليه اللي هو فصوص وعينيه. ولازم تحطيه في حاجه كده مخرمه زي ديت عشان يفضل متهوي معاكي وانتي بتقشري، عشان لو فضلت تقشري مده طويله كده يفضل برضو ما يعرقش كده ويعمل ايه عرق كده وميه وانت هتفرزيه. هننضفه تنظيفه حلوه كده اهي. وهنقول لكم هنعمل. قطعنا اهوت. قطعنا العرش الاخضر وخلاص بقى هنرميه. وهنقطع لكم بقى ازاي هوريكم اللي هنقشره ازاي بطريقه سهله وسريعه. لو معاكم 10 كيلو ممكن تقشروهم في ثانيه. احنا دلوقتي انا بقطع اللي هي الورق الابيض ده بتاع التوم. بحطه فين؟ انا لازم احط التوم في حاجه مخرمه مصفى كده عشان ما يعرقش مني ويعمل ميه كده لو انت هتقشري يعني كميه كبيره يعني. فانا كان مطلوب مني 10 كيلو فقلت هنقشر زي ما انا بقول لكم كده. واللي هو الورق الابيض ده بحطه في الطبق ده لوحده. تمام. وده بحطه في المصفى دي. تمام. انا دلوقتي هحوش الورق اللي هي من عصاطين اللي بره دي من التوم اهي. اهي. واجي على الورقه البيضه واحطها في الطبق ده. انا هقول لكم انا هعمل ايه بالورقه البيضه ديت. حاجه ما بنستغناش فيها من في المطبخ وريحتها وتحفه وجميله جدا. بس خليكي معايا لاخر الفيديو اقول لك تعملي ايه فيه. انا هقول لكم ازاي تقطعي 10 كيلو في مسافه يجي ساعه او ما يكملش ساعه كمان. وانا هوريكم برضو الكميه اللي انا هعملها. تمام. انا بقطع اهيت اللي بحطها لوحدها ودي لوحدها اهي. اهي. هعمل ايه بقى عشان بقى اقطعها بسرعه؟ انا بقطعها من النص. في النص كده عمود انا بسميه عمود، هي عصايه ناشفه جدا. ده بقى بتبقى ماسكه الراس مجرد ما شلتيها الراس اتفرفتت في ايدك. شوفي انا بفرفتها في ايدي ازاي. ليه؟ لان انا حشته اهو. انا حشته الاول عشان يسهل لي عمليه الايه التفصيص في ثانيه. هو ده انا مسميه عمود. هي عصايه ما بتتعملش في الكبه ولا بتتفرم ولا اي حاجه. هي دي اللي ماسكه الراس بتاعه التوم. مجرد ما شلتيها اتفرطت منك في ثانيه. اهي هي دي بقى اللي بتسرع عمليه التفصيص منك. اهي. اهي انا هوريها لكم تاني اهي كمان. اهي. شفتي؟ اهي. بقوم جايباها من النص اتفرطت في ثانيه. وبحط الورق اللي هو النضيف بتاع التوم في الطبق وبشيل دي ترميها لانها اولا بتسرع لك عمليه التفصيل زي ما قلت لك وما بتنضربش اصلا. اهي. اهي. سلام عليك يا خوخه وعلى حاجتك الجميله. اهي. شوفي شوفي اهي. بيبقوا من الاثنين من الجهتين الاثنين. لازم تشيليهم. مجرد ما شلتيهم فصصت في ايدك. ده بقى لو معاك 10 كيلو هتعملهم. على فكره يا بنات انا قاعده على الارض عشان شفتوا انتوا عارفين التراب اللي طالع من التوم وكان جاي من الارض طبعا. انتوا شايفينه وانا بشتريه من السوق فكان لسه جاي بحالته. اهو تقطعها من ورا كمان وتقسمها بالنص وتحشيه اهو. اهي. اهي. شفت العمود ده انا بسميه العمود الفقري. ده العمود الفقري انا مسميه العمود الفقري. مجرد ما شلتيه الراس كلها اتفصصت في ايدك. اهي. شفتي؟ انت هتعملي ايه يا خوخه بقى بالورق الابيض اللي انت بتحطيه في الطبق لوحده ده؟ ده انا هحطه. يا اما تحطيه على تحمصيه على البوتاجاز من فوق اهو يا ست. اهي. اهي. شفتي؟ تحمصيه على البوتاجاز من فوق او تحمصيه في الفرن. واقول لك تعملي بيه ايه بعد كده. اهي. شفتي؟ فرطت في ثانيه في ثانيه. وشوف الفص جميل ازاي وجاي طازه وشكله تحفه ازاي اهو. اهي. ده من عصتين لازم هنرميه. اهي.
شفتي اهي. يعني بقى دلوقتي وريتك ازاي هتعملي 10 كيلو في ثانيه بسبب دي اهي، بسبب العمود ده او العصايه اللي في النص دي اللي في الراس، هي دي اللي بتسرع لك عمليه التبسيط. اهي يا ستي، عملنا الكميه بس لسه هنكمل برضه. شوف عملنا قد ايه ورق ابيض من التوم، ده من قلب التوم اهو. هنعمل الكميه كلها وهنرجع لكم تاني، بس انا حبيت اجيب لكم اهي الكميه كلها اهي. هتحطها بقى في علب زي لو انت عايزه تخزنيها في الفريزر كده، وتحط عليها ملح وتحطها في الفريزر وتشدي منها زي ما انت عايز، او تروحي تفرميها وتحط عليها برضه ملح، تحطها في علبه زي دي وتحطها في الفريزر وتشدي منها زي ما انت عايز. يبقى احنا كده بننشف وبناخد طازه، او بنفرم وبناخد من الفريزر، او بنحط في صوص وبناخد من الفريزر. يا جمالك يا خوخه يا جمالك، ايه الحلاوه دي، شويه توم زي العسل اهو. شوفوا الكميه كلها عامله ازاي. انا حمصت اهوت زي ما قلت لكم الورق اللي انا طلعته النضيف ده، وهحطه في المطحنه وهطحنه ناعم جدا اهو. انا من المطحنه ونطحنه ونطحنه ناعم جدا، ونحطه فين بقى؟ هنحطه بقى في برطمانه ونستعمله. ده ايه بقى يا خوخه؟ ده هيبقى توم بودر اهو. توم بودر ريحته ما اقولكيش تحفه تحفه تحفه. شفتي اهو. تحطها بقى في برطمانه وتجري منه، والله العظيم تحفه تحفه تحفه. على فكره ورق البصل انا بعمله كده، وبعمله بصل بودر، هجيب لكم برده طريقتها وهجيبها لكم برده في فيديو، وهيبقى تحفه اهو. شفتي؟ وجري بقى منه، وريحته غير اللي انت بتشتريه طبعا. لو عجبك الفيديو اعملوا لايك وشير وشجعي خوخه، ويلا قومي يا تفاحه خزني تومك، ويانا يا مرات اخوي.